دكتور، ازاي احافظ على علاقتي انا وزوجتي واعيش حياه اسريه سعيده ما فيهاش خناق ولا مشاكل زي اللي بيحصل الايام دي؟ جميل السؤال ده، ازاي تحافظ على علاقة ما فيهاش خناق؟ فكان اي حد بيتعامل مع اي حد طبيعي بيبقى فيه اختلاف مش خلاف. الاختلاف طبيعي ان حضرتك وزوجتك انتوا الاتنين كل واحد جاي من مكان مختلف، من بيئة مختلفة، ثقافة مختلفة، فشيء طبيعي يبقوا مختلفين مع بعض. لكن ازاي ما نخليش الاختلاف ده يحولنا الخلاف بمعنى اخر، يحول النقاش لمعركة؟ لما واحنا بنتكلم مع بعض اولا نفهم ان في موده ورحمه. الموده والرحمه اللي هي بيها انا بستحمل اخطاء اللي قدامي واللي قدامي هو بيستحمل اخطائي. لما بتعامل مع زوجي بالتغافل يعني إيه؟ التغافل تلت الحكمه. التغافل يعني اشوف عمل خطا يمكن ما يقصدش، احط له 70 مبرر. التغافر لا، هو خطا في حقي وخطا واقع. التغافر ان انا سامحه، البديل ان انا سامحه ان انا هقع معاه في مشكله وهتبقى خناقه، والاختلاف ده هيبقى خلاف كبير ويتدخل فيه الناس كلها. يبقى عندنا التغافل وعندنا التغافر وعندنا كمان التفاضل ربنا عز وجل قال ولا تنسوا الفضل بينكم. ده لمين؟ للزوجين اللي بينهوا حياتهم مع بعض. انت وزوجتك مكملين مع بعض وعايزين تكملوا بالتفاضل، اللي هو ما تنسوش الفضل اللي بينك وبينها. هي عملت حاجه حلوه قوي وانت عملت حاجه حلوه قوي، والشيطان وقع بينكم او الطبع وقع بينكم، فاحنا بنتفاضل، يعني بنحط قدام عينينا الفضل اللي ليك عليها واللي ليها عليك. بالطريقه دي مش هنقدر نتخانق، مش هيبقى للشيطان علينا سبيل. هنفهم مشاعر بعض، هنفهم الدوافع اللي جوانا اللي خلاك تعمل كده واللي خلاني اعمل كده. فان شاء الله الخلافات هتقل لما نفهم دافع التصرف ولما نفهم الغرض من التصرف. ممكن احنا بنعمل تصرفات مش فاهمينها، احنا ممكن نكون مش فاهمينها، فبالتالي اللي قدامنا برضو يبقى مش فاهمها، فنتغافل في الحتة دي.